ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم كيكه تحفه ببيضتين اتنين بس، ولو مش عايزين بيض خالص ما تعملوهاش، وبصوص شوكولاته بقى رهيب جميل بسم الله ما شاء الله. تابعوني وجربوها فعلا مش هتندموا. وسهل جدا على فكره، ومكوناته بسيطه خالص، يعني انتم مش هتتخيلوا ان الصوص الشوكولاته ده معمول بالحاجات دي. انا دينا الشناوي بعمل اكل بالحب، اشتركوا معايا في القناه ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هنجيب الدقيق وهننخله علشان ينفش بسرعة، ما يكونش مكلكع فيه اي حاجة. وطبعا الدقيق بنحط عليه كيس البيكنج باودر، هما دول في حدود 3 كوبايات دقيق بس. وهنقلبهم كويس برضو مع بعض عشان لما نحط عليه السوائل يكون حلو كده ومش مكلكع فيه حاجة. ايه هي السوائل بتاعتنا؟ كوباية ونص سكر، عليها كوباية زيت، معاهم بيضتين، معاهم علبة زبادي او كوباية لبن او تانج برتقان او كده، يعني اللي هي كوباية، يعني نوع السائل اللي احنا عندنا. هنا حطينا البيضتين، حطينا معاهم الفانيليا، وحطينا كوباية الزيت، وحطينا علبة الزبادي، وحطينا طبعا الفانيليا بعد البيض على طول علشان الريحة بتبقى حلوة. وحطيت معلقة خل، ضربتهم كويس جدا في الخلاط كل السوائل مع بعض. هنعيد تاني السوائل: كوباية سكر، كوباية ونص سكر، عليها كوباية واحدة زيت، ممكن فيها مثلا معلقة سمنة أو حاجة أو زيت صافي، كوباية لبن أو كوباية زبادي، وبيضتين. مش عايزين تحطوا بيض خالص عادي، شيلوا البيض مش لازم بيض، بس ده اللي أنا عملتها في وقتها كده. نضربهم كويس قوي مع بعض، هيعمل معانا خليط حلو قوي بسم الله ما شاء الله. هناخد الخليط ده على الدقيق بتاعنا اللي حطينا فيه البيكنج باودر، ونحاول بقى نخليه يمتزج كويس قوي مع بعض. انا هنا شغاله معاكم باقل الامكانيات خالص. الله الله، مجرد ان احنا بالمعلقه بس بنشتغل، فالموضوع ان شاء الله يا جماعه سهل جدا ويسير على اي حد. هنقلب كويس قوي قوي لغاية ما كل الخليط بتاعنا يمتزج حلو قوي برضو مع ايه الدقيق، وهتبقى معانا عجينة الكيكة حلوة وجميلة ما شاء الله. طيب احنا هنا علشان كنت عاملاها فيها لونين، هنعمل ايه علشان يطلع معانا اللونين ده؟ برضو هنعمل حركة سهلة ما فيهاش اي حاجة خالص. مجرد ان احنا بنجيب الخليط نقسمه نصين، نص بنزود عليه كاكاو، والنص التاني بنخليه ابيض زي ما هو. ولما نيجي نصبها في الصينية، يا اما بنصبها يعني حبة حبة ابيض حبة اسود، او بنعمل مثلا كيس يبقى نصه ابيض نصه اسود كده يعني. احنا هنشوف مع بعض انا هعمل ايه. هنا انا علشان ازود الكاكاو وما تكلكعش معايا دوبتها في شوية لبن، يعني حاولت ان انا ادوب بالكاكاو في لبن علشان لما احطها على الكيكة ما تبقاش مكلكعة يعني معايا. بس عادي بعد كده برضو احتاجت شوية كاكاو تاني، فانا حطيتهم وقلبتها برضو كانت كويسة يعني. بس هنا ده النص اللي احنا قلنا عليه عشان يعمل معانا اشكال، او يعني شكل اللي هو كيكة مع الابيض مع الاسود، ويدي شكل حلو يعني. احتجت بقى ان انا احط شوية كاكاو تانيين فحطيتهم بودرة وكان برضو حلوين، ومفيش اي حاجة كلكعت معايا. دول يا جماعة انا كنت واخدة دور جامد اوي الحمد لله. إيه كده تمام معايا، هو نص العجينة ابيض ونص الكيكة اسود. إيه جبت بقى، هي العجينة دي هتعمل صينية حلوة كبيرة، بس انا بصراحة بحب اوي القوالب دي علشان هي بتنجز معايا جامد وبتطلع شكل تحفة، وبحبها بصراحة. فانا حطيت ايه ابيض، حطيت تاني اسود، ابيض تاني اسود تاني، وهكذا حبة كده حبة كده، كبشة كده كبشة كده، لغاية ما اخد ايه الشكل اللي انا عايزاه، وبتبقى جميلة وزي الفل. اخلص كل العجين اللي عندي. والمفروض اي قالب زي كده، هو المفروض ان دي قوالب توست اللي هو العيش التوست، بس احنا او قوالب كيك انجلش يعني عادي. فاحنا الصح ان احنا لو هو توست بنديها من النص كده بالسكينة خط مستقيم. بس انا هنا عشان اشكل الكيكة وتطلع معايا اللونين في بعض كده، فعملتها زي ما انا شفته كده. صوص بقى الشوكولاتة اهو، سهل جدا جدا جدا،
بصوا مكونات ايه: كوباية لبن حليب، وكوباية كاكاو، دي منخولة علشان تكون متأكدين ان هي حلوة وكويسة ونظيفة يعني، معلقتين اتنين بالظبط زيت، وكوباية او اقل من كوباية سكر. قلبتهم في الخلاط كويس قوي، ضربتهم جامد، ما شاء الله يعني. ما تقوليش بقى ولا نوتيلا ولا غالي ولا اي حاجة، سهل جدا. طبعا ده كان في الكيك في الفرن، ده طلع معايا الشكل دوت بتاع قوالب الكيك ما شاء الله لما استوت هنا، وكان لسه سخن. المفروض ان انا كنت استنى عليه يبرد شوية، بس ما صبرتش حتى ان هو يبرد يعني. الصح ان انتوا تسيبوه يبرد، يعني اصبروا عليه شوية صغيرين ان هو يبرد. افترا يا جماعة، ده اسمه افترا، محدش يعمل زي. بس وبعدين قطعتها. واحنا ليه بنستنى يبرد؟ علشان هي تكون خلاص تماسكت كده ومسكت نفسها وبقت حلوة، تعرف تتقطع، ما تفرفتش مننا. وهتشوفوا زي ما كان في اول الفيديو خالص هي متقطعة حلو. بص البخار بيطلع منها ازاي. دي بتقول ارحميني بس ما فيش عنديش رحمة. بصراحة ما كانش عندي صبر يعني، هصبر من انا عايزة اشوف الصوص بتاع الشوكولاتة طعمه ايه عليها يعني، ما يصحش اصبر ازاي. طيب بصوا، اوعى وشك بقى، بجد بجد كان جميل وطعمه رائع. يعني احنا عملنا قبل كده صوص النوتيلا بالشوكولاتة وبالكاكاو وبالزيت وبالبندق، والله العظيم دوت كاكاو ولبن وسكر بس، طالع زيه واحلى. ان شاء الله هعمله لكم فيديو لوحده كده، صوص اقتصادي وارخص بكتير جدا. جميلة، الشوكولاتة تحفة. الف انا وشايفة، جربوها بقى وقولولي ايه رأيكم، وان شاء الله تعجبكم جدا. هنا بقى كان في بقية القالب التاني لما كان استنيت عليه برد، الحمد لله يعني. ربنا اداني الصبر. بس هتلاقوه بقى، بصوا، واخد راحته، بيتقطع من غير ما يتهري ويتفتفت. شايفين ما شاء الله. بصوا الكاكاو، علشان هي كانت كيكة عجينة الكاكاو كانت اتقل، فتركزت تحت وطلع على الوش العجينة البيضة. بصوا بقى، اوعى وشك يا عم. اللهم بارك. لا بجد حلوة. احنا قلنا الشوكولاتة دي عبارة عن ايه: كوباية لبن حليب، عليها كوباية الا ربع سكر، عليها كوباية كاكاو، وبس كده. الف انا وشيف على قلبكم، بحبكم. انا دينا الشناوي، تابعوني.